اليوم راح نحكي قصة ملهمة عن التحول. حكاية بتبدأ بمبلغ بسيط جدا، يعني ممكن أي حد يعتبره ولا شيء، بس المبلغ ده كان شرار التغيير كبير. هي حكاية ال 35 جنيه، وكيف إن البداية من الصفر ممكن تكون أقوى بداية ممكنة. في إحساس غريب ساعات بيجي للواحد إنه مجرد عابر سبيل في حياته، كأنه بيتفرج على فيلم هو المفروض يكون بطله. الشعور هذا بالذات هو نقطة انطلاق قصتنا. بطل حكايتنا ياسر كان عايش الإحساس ده كل يوم. حرفياً كان حاسس إنه ملوش مكان في الدنيا دي، مجرد شخص ماشي وسط الناس ومحدش واخد باله منه. إحساس الضياع ده كان مسيطر على كل تفصيلة في حياته. رحلة ياسر بتبدأ في فصل ممكن نسميه الشاب الضيع. وعشان نفهم التحول الكبير اللي حصل، لازم الأول نشوف حياته كانت عاملة إزاي قبل ما يلاقي طريقه. الفترة اللي كان فيها الإحساس بالعجز هو الروتين اليومي. دي كانت حقيقة ياسر، شاب من شبرا بيصحى متأخر، دماغه مشتتة، ومعاه سي في واحد ما اتغيرش من يوم التخرج. أيامه كلها بحث عن شغل من غير فايدة، وبالليل يقعد يتفرج على نجاحات الناس على الإنترنت، وده طبعا كان بيزود إحساسه بالضياع أكتر وأكتر. لكن وسط كل العتمة دي، وفي ليلة من لياليه الطويلة وهو ماسك الموبايل، ظهرت شرارة غير متوقعة خالص. اللحظة دي كانت بداية كل حاجة. وهو بيقلب كده من غير هدف طلع له فيديو بيتكلم عن حاجة اسمها التسويق الرقمي والتسويق بالعمولة. في الأول استهزأ بالفكرة، يعني قال أكيد ده وهم زي أي حاجة تانية. بس طريقة شرح الشخص اللي في الفيديو وهدوءه وهو بيحكي إزاي بدأ من ولا شيء شدت انتباهه. وهنا بقى الأفكار بدأت تلف في دماغه، والأول مرة من فترة طويلة جدا بدل ما يكون مجرد مشاهد سلبي بدأ يفكر بجد. سأل نفسه: طيب ليه مش أنا؟ هو أنا عندي إيه أخسره أصلا لو جربت؟ السؤال ده كان هو الشرارة اللي كان محتاجها. وتاني يوم الصبح أخد أول خطوة عملية. نزل قعد على قهوة، فتح كشكول جديد وكتب جملة واحدة بس. جملة كانت زي عقد جديد مع نفسه: أنا هبدأ أتعلم تسويق. اللحظة دي كانت الإعلان الرسمي لبداية التحول بتاعه. وبدأ ياسر رحلته في التعلم. من أول المفاهيم اللي استوعبها كانت فكرة رحلة العميل. فهم إن البيع مش بيحصل في لحظة، لا، دي عملية بناء علاقة وثقة مع العميل، والعملية دي بتمر بمراحل. ودي هي المراحل ببساطة. أول حاجة الوعي، يعني العميل يعرف أصلا إن المنتج ده موجود. بعدين الاهتمام، فيبدأ يدور ويعرف تفاصيل أكتر. بعدها تيجي مرحلة الثقة، وهنا بيقتنع بالمنتج أو باللي بيبيعه. وفي الآخر خالص ياخد قرار الشراء. فهم الخريطة دي كان مفتاح مهم جدا بالنسبة له. وهنا نوصل للحظة حاسمة في القصة، مرحلة التجربة والخطأ. المرحلة اللي ياسر واجه فيها أول فشل ليه، الفشل اللي تحول لأكبر نجاح في حياته في الوقت ده. ياسر عمل أول حملة إعلانية ليه ب50 جنيه، والنتيجة صفر ولا بيعة واحدة. بس الغريب فعلا إنه ما حسش بإحباط، بالعكس حس إنه مبسوط لمجرد إنه أخيرا اتحرك وعمل حاجة. ياسر ما سابش الموضوع للصدفة ولا قال حظي وحش، لا، عمل حاجة مختلفة تماما. بدأ يراقب ويحلل، سأل نفسه بفضول: طيب هي ليه فشلت؟ إيه الغلطات اللي عملتها؟ التحول ده من اليأس للتساؤل والتحليل هو اللي كان بداية النجاح الحقيقي. ومن تحليله اكتشف إنه كان بيستهدف الجمهور الغلط، وإن الكلام اللي كاتبه كان جاف ورسمي، والتصميم كان عادي جدا. وبناء على الملاحظات دي غير استراتيجيته كلها. في المحاولة التانية استهدف الجمهور الصح، كتب الإعلان على شكل قصة واستخدم صورة حقيقية وعفوية. والنتيجة كانت رقم ده: 35 جنيه، أول عمولة يكسبها في حياته من المجال الجديد ده. ممكن المبلغ يبان تافه لأي حد، بس بالنسبة لياسر الموضوع كان أشبه بشهادة ميلاد جديدة. القيمة ما كانتش في الفلوس خالص، القيمة كانت في الإثبات، إثبات إنه قادر ينجح. اللحظة دي كانت ولادة ثقته في نفسه من جديد. طيب، السؤال الأهم: إيه اللي حصل بعد النجاح الصغير ده؟ وإزاي الرقم البسيط ده اتحول لمستقبل جديد تماماً؟ النجاح الصغير ده كان مجرد البداية. الموضوع كبر من عمولة واحدة لخطة محتوى يومية، وبعدين لإدارة صفحة بتحقق مبيعات بجد. والنهاردة ياسر عنده شغله الخاص ومعاه 2 بيشتغلوا معاه. كل ده بسبب إنه استمر وبنى على النجاح الأول ده. التحول الأكبر ما كانش في حسابه في البنك، لأ، كان في عقليته. اتحول من شخص بيستنى الحظ لشخص بيحلل الديانات، ومن واحد حاسس بالفشل لواحد بيشوف الغلطات كأنها دروس.
ما بقاش يقلب في الموبايل وخلاص، بقى بيخطط ويجرب كل يوم. باختصار اتحول من شخص يائس لشخص واثق. دلوقتي الناس اللي حواليه بتسأله عن سر نجاحه، ازاي قدرت تعمل كل ده؟ هو نفس السؤال اللي بيتسأل لأي حد بيعمل حاجة مميزة. والجواب أبسط بكتير مما أي حد ممكن يتخيل. مفيش سر معقد ولا خلطة سحرية. كل اللي ياسر عمله هو إنه بدأ. وبس كده؟ لأ، وقرر إنه يكمل. وده بيسيبنا مع سؤال مهم: إيه هي الخطوة الأولى اللي ممكن تكون بمثابة شهادة ميلاد جديدة في حياة أي واحد فينا؟